وهلا بدلقها عليها وبالماء. بسم الله. شوفوا لي المنظر، شايفين؟ وهي الأكلة بنغاص عليها هيك غوص وبتتسقسق سقسقة وبتطلع لي بهذا المنظر. وصفتنا اليوم بسيطة ولذيذة واقتصادية. رح اعمل لكم اليوم قوانص الدجاج بطريقة غير شكل. وهون عندي حوالي 800 جرام من قوانص الدجاج، شايفين؟ مشرحة ومنظفة ومثل الفلة. وهدول القوانص رح نزلهم على وعاء كبيرة، وراح اضيف عليهم شوي من الخل بهذا الشكل الظريف، وفوق الخل كمان كباية من المي او كبايتين بهذا الشكل. وهلا رح اتركهم حوالي 10 ل 15 دقيقة منقوعين، وبهذا الوقت رح نقطع معكم الخضروات. وهي الاكلة بتطلب كتير بصل. هلا رح نقطع البصل بهذا الشكل، واكيد انتبهوا لي لاصابيعكم، دائما اصابيعنا لجوا بهذا الشكل الظريف. ونقطع لها كمان نص حبة فلفلة، وهي النقطة اختيارية. بدنا نضيفها من البذور بهذا الشكل الظريف، شايفين؟ بهذا الشكل رح طب لقدام واقطع فيها، اكيد انتبهوا لي لاصابعكم. ورح يلزمكم كم سن توم، ورح اقطعهم بهذا الشكل، بس هيك شرحات ناعمه من التوم. اخر شيء بدكم الكزبره الخضراء، بس الكزبره رح تلزمني باخر مرحله، رح اقطعها هيك شرحات عريضه شوي بهذا الشكل. وهون شوفوا لي القوانص غير لونهم بهذا المنظر، يعني صارت امورهم تمام التمام. واذا كان في زفره راحت بهي الطريقه. هلا بدي صفيهم من المي واغسلهم دورين لحتى يتهفهفوا هفافه. هلا بدي اروح فيهم على طنجره، بدي اسلقهم لحوالي 20 دقيقه. وهون سر طراوه هي الاكله، ما بتستوي معكم هي الاكله غير الا اذا سلقتوها لحوالي 20 دقيقه. رح ننزلهم على طنجره، طبعا مي بارده حصرا، يعني ما بيمشي الحال المي السخنه. بدي اضيف عليهم الباقه العطريه، ورق غار على عود قرفه على شوي من الفلفل الاسود الحب، بسم الله، وقطعتين من الجزر كتير مهم بالباقه العطريه، واكيد حبه بصل. وهلا مثل ما قلت لكم بتركهم 20 دقيقة، وكل ما طلعت الزفرة بقش الزفرة، وهون لازم ننتبه لهذا الموضوع. وهلا بعد ما خلصنا الشغل على الميز، شوي من الخل ومسحة، وهيك امورنا تمام التمام. وهيك بلشت تطلع الزفرة على وجههم، هي كلها لازم نقشها. واذا بتحبوا فيكم كمان تغيروا المي كلياتها، ما في مشكلة ابدا. وبالوقت اللي عم تنسلق فيه القوانص بدنا نروح نقلي الخضروات. على مقلايتي زيت زيتون او سمنة على ذوقكم، انا بحب زيت الزيتون. رح نزل كمية البصل كلياتها، تقليبه بسيطة، وبدي اتركها من دقيقتين 3 تتدبل. دبلة البصلة عندي رح افتح هيك فتحة على جنب، شايفين لون زيت الزيتون اللي بشهي القلب. رح نزل فوقيها الفليفلة وكمان توم، بعمل لهم تقليبة بسيطة، شايفين؟ وبتركهم كمان لمدة دقيقتين يتبلوا كلياتهم مع بعض. طبعا فيكم تطبخوها بطريقة مختلفة عن طريقتي، مع إضافة بندورة ودبس البندورة، وفيكم تاكلوا حدا رز. هلا دبلة الخضرة عندي، هلا رح صفي القوانص وضيفهم فوق الخضروات. وهيك بعد ما غلوا 20 دقيقة هيك صارت امورهم تمام التمام، لا زفرة ولا اي شيء. هلا رح صفيهم من المي وضيفهم فوق الخضروات المقلاية. شايفين لي شكلهم ما احلى، ريحتهم هفافة. هلا رح نزلهم فوق الخضروات بهذا الشكل الظريف، شايفين؟ رح اقلبهم كلياتهم مع الخضروات بهذا الشكل لحتى يتسقسقوا سقسقة بزيت الزيتون الاصلي. يا عيني يا عيني على هالوصفة الملوكية. رح نبهرهم شوية شطة، شوية فلفل اسود وملح، رح اعملهم كلياتهم ميكس مع بعض بهذا الشكل المرتب. وبس هيك امورهم تمام التمام. هيك رح نرش عليهم نبهرهم تمام. وهلا تقليبة كلياتهم مع بعض، يا عيني الروايح. هلا بقى رح قليهم لمدة 5 دقايق قبل ما اضيف عليهم المي. وهيك تقلوا لمدة 5 دقايق وصارت امورهم تمام تمام. تشربوا تشريب زيت الزيتون، شايفين لي هالمنظر، الروايح اللي طالعة بتشهي القلب. هلا بقى رح ضيف عليهم كباية من المي بهذا الشكل المرتب، ورح نوص عليهم وغطي عليهم، شايفين بهذا الشكل الظريف، واتركهم لمدة 40 دقيقة على نار هادية لحتى يستووا على الأخير. وهلا مرق عليها حوالي 40 دقيقة، رح افتح عليها. يا عيني يا عيني الروايح اللي طالعة، شوفوا لي المنظر، نشفت ميتها وصارت بهذا الشكل الظريف ومسقسقة سقسقة مو طبيعية. هلا بقى رح طفي عليها، وعلى السريع بدي طفيها مع شوية حمض وثوم، وعلى عصير حبتين من الليمون رح ضيف كمان شوي من الثوم، شايفين يعني 4-5 اسنان. رح احركهم كلياتهم مع بعض، وعليهم مباشرة الكزبرة بهذا الشكل الظريف. وهلا بدلقها عليها وبالماء، بسم الله. شوفوا لي المنظر، شايفين؟ بقلبها قلبة وحدة بس، شايفين بهذا المنظر، وبرفعها عن النار. وعن جد شوفوا لي هالمنظر، ريحتها بتاخذ ضبنات العقل. واخر شيء رح دللها مع دبس الرمان. يا عيني بيلبق لها. شوفوا لي المنظر، شوفوا المنظر التحفه. هلا تعالوا لعندي على اهم مرحله بكل هالفيديو. هون قبل ما ادوقها رح ارجيكم اياها كيف رايحه نيفه. شوفوا السقسقه، ليكو نيفه. طلعوا لي المنظر. هون بتحتار وين بدك تغوص وتسقسق، رح تنزل لهالمنظر هيك. طلعوا شوفوا الهبله كيف طالعه منها. وبنعمل لها اكسترا دبس الرمان. شوفوا المنظر. هاي رح روح فيها وعلى جواني وعلى الحارة، بقول لها بسم الله.
نكهتها بتشهي القلب، طعمها دمار، يعني دمار. ولقمة تانية للتأكد رح انزل وغوص وسقسق هيك غوص وغوص وغوص وبيقلب طلع سقسقوا لي هالخبزة كلياتها. شوفوا المنظر. وعصرة دبس الرمان ضرورية على جوعي. نكهتها خطيرة، بنصحكم تعملوها. بتمنى تكون عجبتكم الوصفة واستفدتوا. إذا عجبتكم مثل العادة انزلوا على كعب الفيديو في 3 شغلات: اللايك، الشير والاشتراك. كبسونا عشوائي منكم من هون الطريق ونشوفكم الفيديو الجاي.